تقع إسبانيا والمغرب تحت رحمة الطبيعة بال 2025، وبتكون الخسائر فادحة وغير مسبوقة، وبرافقها حالة تأهب وهلع شديد بإسبانيا والمغرب، والله يحمي البلدين. مشاهدينا الأعزاء، ما سنقدمه لكم اليوم هو توقعات فقط وليس علما بالغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله وحده. صلوا على النبي وابقوا معنا حتى نهاية الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد. خلال الأيام القليلة الماضية أثارت تصريحات ليلى عبد اللطيف جدالا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حذرت من كارثة طبيعية كبيرة قد تضرب إسبانيا والمغرب في المستقبل القريب. وأكدت هذه السيدة ليلى عبد اللطيف المشهورة بتنبؤاتها الدقيقة أحيانا أن فيضانات عنيفة وأعاصير قوية قد تجتاح مناطق كبيرة من شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، لتبدأ من السواحل الإسبانية وتمتد نحو المغرب، مسببة خسائر في الأرواح والممتلكات. وأضافت أن الحدث سيكون من أشد الكوارث الطبيعية منذ عقود، وأنه من المتوقع أن يؤثر على المناخ وحركة السكان بين القارتين. كما حذرت من أن تغير المناخ وتلوث المتزايد قد يؤديان إلى كوارث تتجاوز توقعات الخبراء في أي لحظة. واختتمت كلامها برسالة غامضة: راقبوا السماء والبحر، فالعاصفة الكبرى قد تأتي من دون سابق إنذار. إذا أعجبك هذا الفيديو شاركنا رأيك في التعليقات، واضغط على زر الإعجاب واشترك لتبقى على اطلاع دائم بكل جديد.